من المشهد محد الدموع بعد شهرين. قبل أيام راج مقطع فيديو لشخص يتحدث عن تكليفه بالسعي في منح الجنسية السعودية وتسهيلات الإقامة لفئات محددة من مواطني الجمهورية اليمنية. وزعنا 1000 سجل بموجب المرسوم الملكي رقم وتاريخ. مساء الاثنين أعلن الأمن العام القبض عليه. هو مقيم يمني الجنسية دعا لاجتماع عقد في قاعة مستأجرة بمدينة جدة. قال البيان إن الموقوف زعم وجود مشروع تتبناه المملكة لتصحيح أوضاع بعض المقيمين في السعودية. اللقاء وما قيل فيه لم يكن حدثا عابرا، بل انتشر وأخذ بعدا سياسيا داخل البلدين. الإخبارية تكشف في هذا التقرير خفايا حول شخصية المقبوض عليه، بعضها ربما يكون صادما لكثيرين. فالمقبوض عليه ينتمي لأسرة محدودة الدخل سكنت في حي القزاز الشعبي بمدينة الدمام، ورصد بممارسته العديد من عمليات الاحتيال المالي، ولكنه لم يسجن لقدرته الفائقة في عدم ترك أدلة خلفه. في أكتوبر 2012 ظهر في أكبر عملية احتيال له. أعلن يومها عبر مؤتمر صحفي في صنعاء عن مشروع تطوير عقاري بقيمة 20 مليار دولار أمريكي في عدن. كان وزير السياحة اليمني جالسا إلى جواره. بيانه انتشر سريعا، وبعدها التقاه رئيس الوزراء اليمني حينها. لقي المشروع الذي لا يتجاوز أفواه المشاركين فيه ترحيبا كبيرا. سياسي بارز علق حينها في حديث شخصي كيف للدولة أن تستوعب مشروعا عقاريا يعادل 7 أضعاف ميزانيتها. حادثة المقيم الموقوف في إحدى قاعات أبحر في جدة ليست بالحديثة في مسيرة حياته بالمملكة. قبل نحو عقدين فعل الشيء ذاته في مدينة الدمام. فتح مجلس منزل والده الشعبي في حي القزاز لأبناء المحافظات الجنوبية في اليمن، واضعا لوحة خارجية باسمه مسبوقا بلقب الشيخ، وواعدا رواد المجلس بالجنسية السعودية، وأن ذلك بتكليف من سلطات عليا كما ادعى أمام الكثير. يعمل المقبوض عليه بشراكة مستترة مع مواطن سعودي منذ سنوات، ويظهر بصفته المدير التنفيذي. بدأ من مكتب صغير في شارع المزارع في الدمام، ثم تنقلا بين عدة مواقع. خالد الجناحي، الإخبارية، جدة.